ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير يا رب وبسعادة يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا بقى نعمل صينية كده بطاطس بالفراخ. محتارة مش عارفة تعملي اكل ايه؟ تعالي نعمل صينية بطاطس. دايما يعني اسهل اكلة في اي بيت تبص تلاقي صينية بطاطس بالفراخ، صينية بطاطس بالسجق، صينية بطاطس مش عارفة بالايه. هي عامة جميلة جدا وحلوة، ورغم بساطتها بس طعمها حلو قوي. زي ما انتوا شايفين الفراخ بجد دايبة، والبطاطس جميلة، وعملنا معاها بقى الكبد والقوانص سويناها معاها والرقبة والجناحين. عشان طبعا زي ما انتوا عارفين معايا انا بجيب الفرخة الكبيرة وباخد منها الصدرين اعمل منهم بانيه، والايه الوركين مع الجناحين مع الرقبة مع الكبد والقوانص بعملهم اكلة كده في يوم، والصدرين على يومين، على يوم ويوم. لو حابة طبعًا زي ما أنتِ شايفة طبعًا كده بُصّي أهو لسان العصفور بالشعرية بجد يجنن، وعملناه من غير شوربة وبالجمال والحلاوة دي، وهاقول لِك إزاي تعمليه حلو، وبجد من كتر حلاوته كلناه كله من كتر ما هو حلو. تعالوا بقى إيه نشوف الطريقة. أول بقى تنسوا اللايك والاشتراك في القناة يا أماراتي يا حلوين، ولايك وشير كده وإيه شيّروا كده الفيديو على قد ما تقدروا. معايا كده بقى إيه 3 بطاطسيات كبار كده متقطعين مكعبات كده ومغسولين. وهو وقرنين فلفل كبار متقطعين حلقات، وبصلاية وسط متقطعة جوانح، ومعايا بقى نص معلقة كبيرة من معلقة صغيرة قصدي من الماجي. الماجي اللي احنا بنجيبه ده اللي هو المصري بتاعنا اللي هو بيتباع عند العطار. ونص معلقة صغيرة من الكمون، نص معلقة صغيرة من الكزبرة، وربع معلقة من الشطة، وورق راولي وملح. ظبطي بقى الملح بتاعك واي توابل عامة، يعني مش ضروري تعملي نفس التوابل بتاعتي، بس هي اهم حاجة طبعا في الوصفة دي الفلفل والكمون والكزبرة. اي حاجة تانية تقدري بقى تزودي تقللي زي ما انت عايزة، بس كل ما تبسطي كل ما الحاجة تطلع معاكي اجمل واجمل. طبعا زي ما انت شايفة طبعا نزلت بالمكونات كلها وبالملح، وقلبت طبعا المكونات مع بعض مع صينية البطاطس كده. وتعالوا بقى ايه نرص الفراخ بتاعتنا، طبعا غسلناها كويس جدا جدا. طبعا نقعناها كده، مسكتها غسلتها كويس ونقعتها بمية وليمون وخل وملح لمدة كده نص ساعة ساعة على حسب ما انت حابة. كل ما تنقعها اكتر كل ما بتنزل اي حاجة فيها. زي ما انتوا شايفين بقى ايه بنحاول كده نشربها كده من التتبيله، كده كده هتشربها برضو لما تخش في التسويه. طبعا الفراخ والبطاطس بيدوا تطعيمه لبعض، بس بجد هي حلوه قوي ولذيذه جدا، وبجد لازم تجربوها. هي بجد جميله جميله جميله. زي ما انتوا شايفين طبعا الكبد والقوانص لما بتحطيها مع الوصفه دي يعني بتبقى جميله بصراحه، وكانت تحفه مش قادره اقول لكم كانت حلوه ازاي، بجد عجبت العيال قوي. زي ما انتوا شايفين طبعا بصوا قمر كده قمر كده زيكم والله. لايك بقى وشير يا اماراتي يا حلوين، اوعوا تنسوا الاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. زي ما انتوا بقى شايفين كده معايا بقى كيس من الطماطم اللي احنا مفرزينه مع بعض. الصراحه ايه مستسهلاها، بس هرجع اعمل شويه على رمضان تاني لاني استهلكت منها. زي ما انتوا شايفين كيس قوي كويس قوي على صينيه البطاطس دي. وهمسكها كده بايديا كده امسحها كده امسحها على الفراخ من فوق عشان تبقى الفراخ كده ايه تبقى محمره وقمر كده، وتبقى كده جميله. يعني بصوا بصي بساطتها وسهولتها بس جميله وحلوه قوي، بجد لازم لازم تجربيها بجد حلوه وجميله جدا جدا. رغم بساطتها ورغم سهولتها بس طعمها حلو قوي، والنتيجة بجد هايلة. ومتأكدة ان انتي هتعتمديها بعد كده من كتر حلاوتها هتنبهري بجد من الطريقة. زي ما انت شايفة طبعا حطيت معلقة كبيرة من الزيت او معلقتين، كده كده الفراخ يعني بتنزل الدهون اللي فيها، مش عايزينها تبقى دهنية او صينية البطاطس. الزيت على فكرة بيبقى حلو في البطاطس قوي، في صينية البطاطس. ومعايا بقى كده ايه نص معلقة سمنة كبيرة كده، نص مش مليانة قوي. وهنحط كده شويه من الزيت عشان ما تبقاش اللسان عصفور بتاعنا ما يبقاش تقيل. طبعا الغلا اللي احنا فيه ده بقى قللوا من المواد الدهنيه عشان الحاجه غاليه. عشان كده ايه تعرفوا تمشوا نفسكم في الغلا اللي احنا فيه ده. ومعايا بقى كوبايه من اللسان العصفور الحروف، ومعايا نص كوبايه من الشعريه، بجد تحفه بجد جربيها هتعجبك قوي قوي قوي. طبعا طبعا هنحطه كده على نار هاديه بحيث ايه ما يكونش نار عاليه قوي ولا نار يعني واطيه، يعني النار يعني اللي هي الصغيره العاديه. واقلب كده فيه لحد ما ياخد كده اللون الايه البامبي. زي ما انتم شايفين كده طبعا ايه انا حاطه جنبي ميه بتغلي على النار عشان اطفي بيها، عشان احنا زي ما قلت لكم طبعا الفراخ عاملاها في صينيه، فطبعا ما فيش شوربه. طبعا الفراخ لما دخلت في التسويه طبعا في الغليان نزل مطيت عليها. زي ما انتم بقى شايفين كده نزلت بالميه بقى المغليه. وهكمل بقى كوبايتين لاني لقيتها الميه كده ما كفتش، انا برضو كنت حاسه ايه ليه قليله، لان طبعا احنا عايزين شوربه. فزودت كده كوبايتين من الميه. ومعايا معلقه صغيره من الماجي، ومعايا نص معلقه سبع بهارات صغيره، ونص معلقه كزبره صغيره، ونص معلقه كمون صغيره، وربع معلقه شطه، وورق راولي، وحبه من الملح. ظبطي كده الملح بتاعك بس كده. بجد حلوه قوي وجميله جدا الوصفه دي.
بجد لسان عصفور احلى لسان عصفور بالشعريه، بجد جميل قوي وحلو وخفيف خالص على المعده، يعني حتى لو عندك مريض وعايز ياكله بطنه مش هتوجعه، هياكله وهيحبه قوي قوي، لانه مش تقيل زي ما انتم شايفين بقى. سيبته غلي لمده 3 دقايق بس، يعني مش لازم اسويه، انا عايزاه يبقى ني. لما اطفي عليه بقى وهو ني هيشرب هو في السخونيه بتاعته هيطرى. زي ما انتم شايفين بقى كده الفراخ هي استوت خالص، انا دخلت فيها المعلقه لقيتها ما بكتش اي دم، وايه المعلقه دخلت بسهوله. زي ما انتم شايفين طبعا البطاطس، بص الصوص بتاعها جميل جدا. طبعا لما دخلت في الغليان على طول، لان الصلصه بتاعتها قليله قوي، لو سبت النار عاليه عليها يعني هتتحرق، وفي الاخر برضو الفراخ مش هتستوي. فطبعا بعد ما طفيت عليها معاكم دخلتها على الشوايه، خدت لون زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده تعالوا نغرف بقى، اكله سهله وجميله خالص وبسيطه خالص. زي ما انتم شايفين بصوا البطاطس الصوص بتاعها جميل جدا جدا جدا. طبعا هي طلعت حلوه بالحلاوه دي عشان اول ما غليت البطاطس معايا بالفراخ وطيت على نار هاديه خالص، سبتها استوت براحتها خالص زي ما انت شايفه كده. وبغرف بقى، بصي جميله 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 بجد، لازم تجربيها الوصفه دي، بجد وصفه حلوه. طبعا انا حبيت اقطعها مكعبات عشان تبقي ايه متحكمه فيها، لان لما بتتقطع حلقات بتتهري شويه، لما بتيجي حتى لو بقى تاني يوم تيجي تسخنيها بتلاقيها بتتهري منك. اما الوصفه دي حتى لو بقت معاكي لتاني يوم وسخنتي منها جنب الاكل ولا اي حاجه، ولا فيها ريان ولا في اي حاجه. تعالوا بقى اوريكم لسان عصفور بعد ما سبته كده 10 دقايق مكمور كده ومتغطي بالسخونيه بتاعته. بصي طري خالص، استوى خالص. هو بيستوي في السخونيه بتاعته، احنا بس بنغليه بس 3 غلوات 4 غلوات كده وبنطفي عليه، يعني بتغليه 5 غلوات بالعدد. وبتطفي عليه بقى بتغطيه، هتلاقيه بقى معاكي، لان لو سويتيه سوا كامل إيه اللي هيحصل؟ اللي هو هيشرب الشوربه بتاعته كلها ومش هيبقى حلو معاكي. اعمليه بنفس الطريقه يطلع معاكي حلو قوي. تعالوا بقى نشوف الفراخ الجميله القمر دي، ايه الحلوه الجميله دي، بجد دايبه. بصوا من كتر ما هي دايبه اللي يعني اساسا العظمه اتخلعت. كنت حابه اوريها لكم بس مفيش اي مشكله يعني. بصوا هي شكلها تحفه وطعمها بجد مش قادره اقول لكم، ولا البطاطس جميله جميله جميله. بجد الفراخ دايبه، وبصي بسهوله جدا بتتقطع عشان احنا عملنا تسويه صحيحه. بصوا الكبده بقى والقناصه جميله، انا بعشق حاجه اسمها كبده يا جماعه. هاتولي كيلو كبده مع الفراخ. زي ما انتم بقى شايفين كده. ولا الرقبه بجد يعني انا بحب برضو امصمص فيها قوي. زي ما انتم بقى شايفين كده البطاطس بجد يا جماعه مش قادره اقول لكم جوسي قد ايه وجميله جدا وطعمها حلو قوي قوي. يعني هي جميله كده، حاجه كده لذيذه كده وحلوه. بجد لازم تجربوا الوصفه دي بجد هتدعولي. ولا اللسان عصفور بالشعريه، والله يا جماعه ما قعد يعني الحله خلصت من كتر حلاوتها، من كتر ما هو خفيف. باي باي.